تستمر الأهازيج والأفراح للمنتخب المغربي وجماهيره من قطر 2022 إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مونديال 2026. تستمر الأفراح هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. الجيل المغربي الذي قلب المعادلة من منتخب مشارك في بطولة كأس العالم إلى منتخب مرشح للتتويج في بطولة كأس العالم وسط أنظار المغاربة الذين يحتفلون ببطولة كأس العالم لهذا العام. أسود الأطلس المنتخب المغربي امتدادا لسنة 2022 والوصول إلى نصف نهائي كأس العالم، ثم تشيلي والتتويج لفئة الشباب. اليوم المنتخب المغربي بطموحات جديدة. هل بات الطموح اليوم الوصول إلى نهائي كأس العالم والتتويج؟ الحاجة بسم الله وديما مغرب، واكيد يعني الطموح مش من اليوم بس، من زمان يعني الطموح يشتغل عليه ويلعبون ان شاء الله التتويج والاحسن ان شاء الله الاجيال القادمة. المباراة التالية أمام الطواحين الهولندية، خبرة طويلة للهولنديين، شراسة هجومية، خط دفاع متناسق، حراسة مرمى وخبرة طويلة. ما الذي يمكن فعله في المباراة القادمة، وهل تراها بأنها ستكون سهلة نسبيا للأسود؟ لن تكون سهلة يعني نسبيا أو أي شيء، فيها طموحات وفيها مباراة وتتويج يعني وتأهيل وكذا، لكن إن شاء الله لازم يكون نفس السيناريو تاع 2022 كما طحنا بلجيكا وإسبانيا يعني وكبار الدول إن شاء الله.